الباسكي، يلعب ويليامز، ضاعت عليه الكرة، كرة تمشي فيدال، نيمار يمشي، يهرب نيمار خطيرة، كسر جول دي اف سي برشلونة. 1-0 لبرشلونة في دقيقة 18 عن طريق باكو فرانشيسكو الكاسير في مرمى إيرايزوس. إذا بالتخصص برشلونة يسجل في مرمى الباسكي. نعرف أنه آخر 3 مواجهات بين الفريقين شهدت في كل لقاء 3 أهداف للهجوم البرصا، وهدف ممتاز جدا. كرة ملعوبة نيمار، قلت منذ البداية أنه في فورمة في التوب. نيمار حلوة برشا اللمسة تاع لاعب كبير، لاعب بالهدف هذا ياخذ ثقة، أعطاه الثقة بديل للويس سواريز. هنا التفاهم، هنا المنظومة، هنا السيستم. غاب سواريز ولكن باكو الكاسير موجود. دخلنا في الدقيقة 39 في الشوط الأول. فيدال يهرب، دقة التوسيعات فيدال، وفما خطأ موجود، فما خطأ صحيح لفريق برشلونة، فما فاول واضح للفريق البرشلوني. عملية المسك كانت تستوجب في رأي ورقة صفراء على المدافع الأيسر بالنسياغا. كرة تمشي لبرشلونة من أجل هدف ثاني. مباراة صعيبة برشا كما هي مباريات بيلباو ومنافسات بيلباو. فريق ما يستسلمش، فريق يلعب مليح، يلعب كرة، فريق عنده طموح الشامبيونز ليج والترتيب. في المقابل بارسا بغياب اسماء اساسيه، ومن هنا هذا اللقاء بهذا الشكل في الشوط الاول. كرة تمشي ليونيل ميسي، يلعب ليونيل ميسي الهدف الثاني، جول ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، وخطأ قاتل من إيرايزوس، 2-0 انتهت لبرشلونة. في راي انتهت لبرشلونة بهذا الهدف الثاني من ليونيل ميسي يعادل ترتيب الهدافين ولويس سواريز ب 16 هدف. خطأ قاتل، فرق الشوط الأول، فرق الفرديات. صحيح هذا خطأ فادح المدافع الحارس، فما تحويل وجهه، هو النتيجة 2-0 في كل الأحوال، يسهل عليها إيرايزوس. هدف من ليونيل ميسي من زاوية جديدة من مكان جديد، وإيرايزوس يغلط ويعطي 2-0 لبرشلونة. ليونيل ميسي تمشي الكرة للفريق البارسا، يلعب الكرة، خطيرة الكرة لفيدال، الهدف الثالث عن طريق أليكس فيدال تغير مركزه بدخول سيرجي روبرتو في الظهير الايمن، والهدف الثالث هدف العاده. البارسا للمباراة الرابعة على التوالي ضد بيلباو يسجل ثلاثية في مرمى الباسك. هدف ثاني لفيدال في الفترة الأخيرة، هدف كاس وهدف ليغا وهدف ممتاز، وفرحة سواريز وسعادة ميسي، روح المجموعة هذه اللي تميز برشلونة على بقية الفرق. ممتاز فيدال يشوط ويحط كرة على إيرايزوس اللي يبقى في هذه المباراة مجرد مشاهد ومجرد شاهد على ثلاثية التقدم الكتالوني للبارسا. بأقل مجهود البارسا يواصل الإبداع، 3-0 عن طريق فيدال. هذا السيناريو اللي توقعناه مع بداية الشوط الثاني، قلت المباراة انتهت، بل أتوقع أهداف أخرى من البارسا، وهذا الثالث للفريق البرشلوني. لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.